خلاص بقى، خلاص احنا دلوقتي عرفنا وكل الناس عرفت ليه بنستنوا الجولة بتاعة الدوري الانجليزي. مفيش حاجة اسمها فريق ضعيف وفريق قوي، مفيش حاجة اسمها فريق متصدر محدش بيهزمه، مفيش حاجة اسمها ده انا هلعبك في ارضك وفي جمهورك يبقى انا هتهزم، مفيش حاجة اسمها ده الحكم عنده انتماء وممكن يبوظ المباراة، مفيش حاجة اسمها ان انا لاعب هطلع بسوء سلوك معين مش هتعاقب عليه، مفيش حاجة اسمها انا حكم او مدير عام فني لاي فرقة هيقف يزعق مع اي حكم والامور تعدي، مفيش حاجة اسمها وقت يضيع ومش هاخد حقي، مفيش حاجة اسمها الكرة هتطلع ومفيش كرة تانية بدلها هتنزل، مفيش حاجة اسمها انت هتجيب جون ظلم فيا والفار مش هيرجعني، مفيش الكلام ده. في متعة وفي حق وفي كورة، الكرة في الملعب. اتفرج على دوري انجليزي في قمة الدوري الانجليزي في الجولة دي، مانشستر سيتي وتشيلسي بيقدموا مباراة هي الاروع في عام 2023، هي الاروع بعد مباراة نهائي كاس العالم بين الارجنتين وفرنسا 4-4. ده حاجة ولا في الخيال. 8 اهداف في مباراة. ليه يا جماعة؟ المباراة ما كانتش بتقف، هدف هنا لا انت هتجيب التعادل. يعني انا كنت بتفرج على المباراة مش عايزة تخلص، المدربين واقفين مش عارفين اللي بيحصل في الملعب، اللاعيبة دخلت المود خلاص، خلاص المدربين قاعدين بيتفرجوا. ايرلينج هالاند افتتح المباراة بهدف من ركلة جزاء. انا قلت خلاص ده العادي، ده العادي خلاص، مانشستر سيتي ركب المباراة انسى. ابص الاقي تشيلسي كورة عن طريق تياغو سيلفا هدف التعادل. قلت خلاص يا عم المباراة هتبقى رايحة جاية بس مش هتوصل ل4-4 يعني. تشيلسي اللي مش بيلعب ومش بيطلع بكل ما عنده الا قدام الفرق الكبيرة، ليفربول، توتنهام، مانشستر سيتي، نهائي دوري اوروبي، نهائي دوري الابطال. تشيلسي اللي سيظل هو امير لندن، ده في قناعاتي. الهدف الثاني رحيم ستيرلينج بالنسبه لاستون فيلا امام نوتنغهام فورست، كره محاوله من اجل يحرز الهدف الثاني في فريقه السابق مانشستر سيتي علشان اكانجي يجي ويحرز هدف التعادل. يستحق هذا الشوط، كره محاوله. طب خلاص الشوط الاول خلص 2 ادينا زي الفل. احنا خلاص بقى، احنا كلنا بقى قلنا اللعيبه هتطلع هتهدى، ممكن اللي يطلع بره المود، ممكن اللاعيبه خدت فاصل والمباراه تخلص 2-2 زي ما هي. لكن لا، نرجع علشان هالاند يسجل الهدف الثالث. يا جماعه هالاند مش بيجيب جوان وكده، الراجل ده سفاح اهداف، سفاح اهداف. بيشوف الشبكه بيحصل له حاجه غريبه. هالاند ده بيشوف الشبكه من بعيد كده، هو ما بيقتنعش بان في لعيبه قدامه ولا بيقتنع ان في حارس مرمى واقف، هو شايف ان الكره هتدخل الجون، لو حكمت ان انا هدخل بيها انا المرمى هدخل. وده اللي حصل النهارده، هالاند دخل بالكوره دخل المرمى. يعني قتاليه على الكوره. 3-2. تشيلسي بيقدم متعه، تشيلسي بيقدم متعه علشان جاكسون الهدف الثالث، هدف التعادل عن طريق جاكسون. 3-3 وخلاص بقى، داخلين على الدقيقه حاجه و80، داخلين حاجه و90. قلنا يا جماعه اللي هيجيب هدف الموضوع مات. في الدقيقه 85 مانشستر سيتي بتحرز الهدف الرابع عن طريق تسويق بره 18، خلت الحارس غير في اتجاهها. خلاص يا عم الدقيقه 86 و4-3 واللعيبه بتجري طول المباراه وخلاص كده اللعيبه 4-3 زي الفل، هي هتبقى 4-3. لكن بالمر عن طريق ركله جزاء الهدف الرابع والتعادل. حاجه العقل ساعات كده بيرفض حاجات هي على الارض الواقع ما تتحققش. يعني انت لو قعدت بينك وبين نفسك بتفكر في المباراه او في اي مباراه ان انت تقول ان المباراه دي هتخلص 4-4، انت ممكن تقول يا عم ماشي 2-2 1 4-4 كتير، 8 اهداف كتير. تعادل انا شايف من وجهة نظري هو العادل في مباراة فعلا قمة دوري انجليزي بمعنى الكورة.
من كل حاجة، تحكيم، لعب، تشجيع، كل حاجة، علشان مانشستر سيتي يتصدر بفارق نقطة عن ليفربول. اللي التعادل جه في مصلحته جدا، وخسارة مانشستر سيتي كانت تبقى في مصلحته اكتر. ليفربول اللي كان 24 نقطة استطاع انه يهزم برينتفورد 3 اهداف مقابل لا شيء علشان يوصل لنقطة 27. مانشستر سيتي يتعادل بقى 28 بفارق نقطة. كده الدوري الانجليزي كل جولة، انت عارف المسلسل لما انت بتسمع مسلسل كده وعارف ان المسلسل ده بيخلص، الحلقة دي بتخلص في حتة شيقة علشان احنا نستنى تاني يوم نشوف اللي هيحصل تاني في الحلقة اللي بعدها. هو ده الجولة اللي فاتت تخلص ان مانشستر سيتي هو متصدر بفرق 3 نقط، لا الجولة دي تخلص ان ليفربول هو في الصدارة مع مانشستر سيتي فرق نقطة، المركز الثالث والرابع معاهم، ما تعرفش مين هيلاعب مين ومين هيهزم مين وايه اللي هيعمل، ما تعرفش. مفيش حاجة اسمها فريق ضعيف، مفيش حاجة اسمها فريق قوي، مفيش حاجة اسمها الفريق ده هينزل ينام في ال 18 هتسمع مباراة مملة من جانب فريق واحد. مفيش في متعة وبس، تقعد تتفرج وانت ساكت تستنى اللي هيحصل، مفيش حاجة مضمونة. ليفربول 3 اهداف مقابل لا شيء، محمد صلاح بيحرز هدفين بيوصلوه للهدف رقم 10 في الدوري الانجليزي صراع الصدارة مع ايرلينج هالاند السفاح الاهداف. وبيقدر محمد صلاح بالهدف ده يوصل لهدفه رقم 200 في الدوري الانجليزي بواقع 198 هدف مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي فريقه السابق. محمد صلاح اللي كل مباراة بيقدم تحطيم ارقام قياسية، بيقدم كورة. محمد صلاح طور نفسه جدا. الاول كنت تشوف محمد صلاح اللي بيجري بيعتمد على سرعته، شويه لقينا محمد صلاح اللي بيعتمد على الفورمه والقوه البدنيه اللي هو عملها في اخر فتره، شويه تلاقي محمد صلاح هو اللي بيلعب الفريق كله. خلاص بقى محمد صلاح هو اللي بيستلم وبيسلم، محمد صلاح هو اللي صانع الالعاب، محمد صلاح هو كل حاجه. فحاجه ممتعه من كله. جوله دوري انجليزي بامانه هي الامتع حتى الان في الدوري الانجليزي، هي الامتع، المباراه الامتع في الدوري الانجليزي هذا الموسم. ولسه المتعه جايه. ما تنسوش الاشتراك في القناه دعما لاخوك احمد معوض، واستنوا فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.